في حقيقة ممكن تكون صدمة شوية عن الفشل، حقيقة أغلبنا معرفهاش، وهي إن الفشل ده ممكن وبكل بساطة يكون أكبر نعمة في حياة أي حد فينا. والحقيقة اللي ممكن تصدم أكتر هي إن أي حد فينا مؤمن إن الفشل ده حاجة وحشة، فده معناه إنه غالباً تم خداعه لسنين طويلة. في الدقايق اللي جاية دي إحنا هنكشف الخدعة دي، بس مش بكلام تحفيزي وخلاص، لأ، هنكشفها من خلال 4 زوايا مختلفة تماماً، 4 زوايا هتغير مفهومنا عن الموضوع ده للأبد. هنشوف الموضوع بعين المدرب اللي فاهم كويس قوي إن الألم هو أساس البناء، وبعين المعلم اللي عارف إن الغلط هو طريق التعلم، وكمان بعين العالم اللي كشف لنا سر تفاعل المخ مع الأخطاء، وفي الآخر بعين الفيلسوف اللي شايف الصورة الكاملة للرحلة كلها. طيب خلينا نبدأ من أكتر مكان واضح فيه إن الألم بيساوي نمو، وهو الجيم. تخيلوا معايا كده، لو حد داخل الجيم وشايل وزن خفيف ومريح، هل عضلاته هتكبر؟ مستحيل. العضلة بتنمو إمتى؟ بتنمو بس لما بتوصل لآخر عدة، للحظة اللي بنسميها الفشل العضلي، اللحظة اللي الجسم فيها حرفياً بيصرخ مش قادر أكمل. هي دي بالظبط اللحظة اللي النمو الحقيقي بيبدأ فيها. فالسؤال هنا، ليه في حياتنا بنبقى عايزين نكبر وإحنا مرتاحين؟ ليه مستنيين النجاح يجيلنا من غير ألم؟ الفشل مش نهاية الطريق يا جماعة، الفشل هو التمرين نفسه، هو بالظبط الوزن التقيل اللي بيهدم القديم علشان يبني اللي أقوى منه. ونفس المنطق ده بنشوفه في مكان تاني خالص قضينا فيه سنين من عمرنا، المدرسة. الطالب اللي عمره ما غلط في إجابة هو في الحقيقة طالب عمره ما حاول يتعلم أي حاجة جديدة. لكن المجتمع برمجنا على إيه؟ ربط الفشل بالعار، والسقوط بالنهاية، والغلطة الواحدة كأنها كارثة. مع إن الحقيقة بتقول إن كل العلوم اللي وصلت للبشرية، كل المعرفة دي اتبنت على الأخطاء. كل اكتشاف علمي عظيم لو بصينا وراه هنلاقي مئات ويمكن آلاف من التجارب اللي احنا بنسميها فاشلة. وهنا بقى نيجي للجزء العلمي المثير جدا، إيه اللي بيحصل فعلا جوه المخ في لحظة ارتكاب الخطأ دي؟ الأبحاث بتورينا حاجة مذهلة. لما بنغلط المخ مش بيزعل ويقف مكانه، لأ بالعكس تماماً، ده بينتبه جداً وبيسجل الخطأ ده، وفوراً بيبني مسارات عصبية جديدة أقوى وأكثر كفاءة عشان المرة الجاية يعرف يتصرف صح. ببساطة شديدة، الخطأ بيخلينا أذكى، بس في شرط واحد. الشرط هو إننا منهربش من الإحساس المؤلم اللي بيجي مع الغلط. للأسف المشكلة إن أغلب الناس بتهرب، أول ما حد يغلط يلوم نفسه، أول ما يفشل يقول لنفسه أنا فاشل. وهنا بالظبط هنا بيوقف عملية التعلم دي تماماً، بيقفل على المخ فرصة إنه يتطور. يعني الفرق الحقيقي بين شخص بيتقدم في حياته وشخص واقف مكانه غالباً مش الموهبة ولا الحظ. الفرق هو إن الشخص الأولاني قدر يتحمل الإحساس المؤلم بتاع الفشل واعتبره جزء من اللعبة، والتاني خاف من الإحساس ده وقرر ينسحب. وده بيوصلنا لأهم وأخطر نقطة في الموضوع كله، وهي إن القصة مش في الحدث نفسه، لكن في تفسيرنا إحنا للحدث. عايزاكم تركزوا قوي في الجملة دي. الفشل في حد ذاته شيء محايد، مش هو اللي بيدمرنا. اللي بيدمرنا أو بيبنينا هو تفسيرنا الشخصي للفشل، القصة اللي بنحكيها لنفسنا بعد ما نقع. بصوا، لو حد فينا فسر الفشل على إنه دليل على إنه ضعيف هينهار، لو فسره على إنه نهاية القصة هيستسلم، ولو شافه فضيحة هيخاف يحاول تاني. لكن لو غيرنا التفسير ده بس، كل حاجة بتتغير معاه. يعني لو شفناه كدرس هنتعلم ونطلع أقوى، لو شفناه إشارة بتقول لنا إن الطريق ده محتاج تعديل هنكون مرنين وهنلاقي طريق أفضل، ولو شفناه مجرد مرحلة طبيعية في أي رحلة هنكمل وإحنا عارفين إنها هتعدي. التحول ده كله بيبدأ بسؤال واحد، بدل ما نسأل أنا ليه فشلت، نسأل الفشل ده بيحاول يعلمني إيه. ودلوقتي خلينا نلبس عدسة الفيلسوف ونبص على الصورة الكبيرة. ماذا لو إن الفشل مش عقبة في الطريق، بل هو الطريق نفسه؟ تخيلوا النجاح ده عامل زي السلم، كل مرة بنقع فيها إحنا مش بنرجع للصفر، لأ، إحنا بنبني درجة جديدة تحت رجلينا. كل فشل هو درجة بنتعلم منها إزاي نطلع الدرجة اللي بعدها بشكل أثبت، واللي بيخاف يقع بيفضل واقف تحت للأبد. والنقطة الحاسمة هنا إن معظم الناس مش بتفشل كتير، لأ، معظم الناس بتستسلم بدري قوي، بيسيبوا اللعبة قبل ما يفهموا قواعدها وقبل ما يوصلوا للمرحلة اللي فيها النمو الحقيقي فعلاً.
وعشان كده لو أي حد بيسمعنا دلوقتي حاسس بالإحباط أو التعب أو إنه متأخر عن اللي حواليه، الإحساس ده مش دليل على إنك في الطريق الغلط، بالعكس تماماً، ده دليل على إنك في مرحلة النمو، بالظبط زي ألم العضلة اللي بيجي قبل ما تكبر. الحياة عمرها ما كانت خط مستقيم للنجاح. الحياة عبارة عن دايرة مستمرة، بنحاول وبعدين بنقع، وبعدين بتيجي لحظة فهم لسبب الوقوع، وبعدين بنعدل تعديل بسيط في الطريقة ونرجع نحاول تاني، بس المرة دي بشكل أذكى. والشخص اللي بيقدر يستحمل تكرار الدايرة دي مرة ورا مرة من غير ما ييأس، هو ده الشخص اللي بيوصل في النهاية، مش الأذكى ولا الأوفر حظاً، لكن الأكثر قدرة على التحمل. فالخلاصة إيه؟ المرة الجاية لما تحصل وقعة أو فشل، ما تجريش من الإحساس ده، اقعد معاه لحظة، اسأله سؤال واحد بس: أنت جاي تقولي إيه؟ اسمع الإجابة دي هتكون في الحاجة اللي محتاج تعدلها أو تغيرها، وبعدها ببساطة قوم وكمل طريقك. فكروا فيها كده، كل شخص ناجح في العالم هو في الأصل شخص فاشل قرر يكمل. فماذا لو كان أكبر نجاح مستنينا في حياتنا مختفي بالظبط جوه الفشل اللي احنا خايفين منه دلوقتي؟